مرحبا بكم في فيديو جديد. كما حطيت لكم في انستغرام غادي نشارك معكم الوصفتين تاعي تاع البغيوش. نعطيكم وصفة لامونا، بصح اليوم غادي نعطيكم قبلها الوصفة تاع لا بغيوش من غير زبدة ومن غير زيت، وغادي تشوفوها دروك نحلها قدامكم كي تجي دايرة، تجي قطن خفيفة، وكي تاكليها تحسي فيها بطعم الزبدة، طعم الدهان الاصلي يعني تاع البقر، رغم انها ما فيهاش خالص ولا زيت ولا زبده. سبحان الله. غادي نعطيكم الوصفه بالغرام، يعني بالعبر ماشي بالكاس. غادي تكون معك سهله ومن غير عجين، تخلطيها غير بالمغرف وتخليها تخمر، وغادي دير معك هذا الشكل. وغادي نعطيك واحده العفسه باش تاني كي ديري الكوار. بالنسبه للمبتدئات اللي يدهم ماشي خفيفه في العجينه وتلصق في يديهم، بس لقاكم عارفين العجينه تاع السفنج بصح واحد يكون خفيف باش العجينه ما تلصقش، ولا المسمن كي تكوني ثقيله تتقب منك وتطيح منك. غادي نعطيكم الوصفه دروك. غادي ندفوا 150 مليلتر حليب، نحطوا فيها كيس تاع خميرة العجن مش خميرة الحلويات، يعني هي مغرف تاع ماكلة كبيرة، ونحطوا فيها 2 حبات بيض و80 غرام تاع سكر. انا ما نبغيش حلوه، حطيت 80 غرام، نتوما لا تبغوها حلوه حطوا 100 غرام. ونجي نحطوا فيها علبه تاع قشده طريه سائله، هذه اللي نديروا بها الشونتيي، اللي نطلعوا بها الكريمه تاع الشونتيي تاع الخفق، كريمه الخفق السائله. العلبه فيها 200 مليلتر، نحطوها كامل. ونجي نحطوا قرصه ملح، نحطوا عليهم هذاك الحليب والخمره اللي خلطناهم مع بعض، ونزيدوا نحطوا 500 غرام فرينه، نخلطوا بالمعروف كما شفتوني، ما حطيتش كاع يدي، ونخلوها تخمر ساعه. بعد ساعه نجو ندروا عليها شويه فرينه على خاطر طريه بزاف، انا بغيتها تكون هشه، ما تزيدوش الفرينه في العجين، زيدوا الفرينه غير هكا كدروا. حطوا شويه فرينه على سطح العامل وديروا كيما هاك، غطسي الكاس تاعك في الفرينه وجي قضبي به العجينه وكوري هكاك، حركي الكاس هو اللي يكور لك الكور. فهذه عفسه اعطيها لبنتك ولا واحده مبتدئه باغيه تعجن والعجينه تلصق في يدها تخاف. كي درناهم هكا كويرات، عاود غطيتهم، حطيت 2 كيسان باش هذاك الغطاء ما يلصق ليش فيهم، بس طريه. من خمرت خليتها واحد 45 دقيقه بعد ما كورتهم. ما بغيتش نخسر حبه بيض، ديت شويه حليب وحطيت فيه حليب بودره، وجيت حطيت عليهم على الوجه باش يحمروا لي في الفرن. انا حطيتهم في بلاكي من هكاك. انت تبغي تاني تفرقيهم ديرهم حبه بعيده على حبه، ولا تبغي ديرهم في ليمول تاع المادلين، غادي يخرجوا لك يحمروا الوجه. غادي نحلوها دروك وتشوفوا كي تجي دايره خفيفه. احنا ولادي يسموها نياج، يعني يسموها غيمه من كثر ما خفيفه. دخلتها على فرن مسخناتو على درجة حرارة 180، ودات مني 50 دقيقة. انتي والفرن تاعك تشوفيها احمرت، لا شفتي الفرن تاعك بدا يحمرها فيت من الفوق، سواء طفي من الفوق سواء دائما انا ندير بلا من فوق باش يقطع لي، باش يدير عازل وما يحرقها ليش من الوجه. وخليكم معايا ان شاء الله، ساندوني وديروا لايك واعجاب. وغادي نعطيكم لامونه تاع صغرنا بالمعيار يعني بالجرام، باش ما تخسرش منكم وتجي طريه 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 طريه، وتنجموا حتى تحشوها كريمه ودير لكم ان ديسير. شوفوا هذه وجدتهم للزوج في يوم واحد، خاطر بعد نعطيهم لكم. اني حبيتكم تجربوهم وتبعتوا لي الصور على انستغرام تاعي سرور ميك اب، تيك توك تاعي سرور لايف، ونبعتكم تبعتوا لي الصور وباش نفرح كي تقولي سرور جربت الوصفه ونجحت معايا. دونك نشروا الوصفه، ديروا اعجاب، ديروا ابوني، وانا نقول لكم نخليكم في امان الله، نبوسكم بزاف 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 بزاف، وقرعوا وصفه لامونا. تشاو.